الله وبركاته. آية عادل 28 سنة، فنانة تشكيلية عايشة مع جوزها في الأردن. جوزها كريم خالد حسن بيعمل في الأردن وعضو أحد منظمات العنف ضد المرأة، وسقطت يوم الجمعة 11 فبراير 2025 من الدور السابع في مسكنها بالأردن. وعلى الفور جوزها كريم نشر على صفحته انها انتحرت وسقطت من الدور السابع. ولكن المفاجأة منذ ايام ان التقرير الطبي الشرعي بالسجلات الجنائية 530 لسنة 2025 بيقول ان الزوجة ليست منتحرة ولكن سقطت بفعل فاعل من خلال دفعة. وان التقرير المبدئي للجثمان اكد ان الزوجة شهدت تعذيب قبل وفاتها بيومين، وان في جسمها اثار للضرب بآلة حديدية وبعض الاصابات في الوجه وفي الرأس. الداخلية الأردنية باتخاذ الإجراءات الجنائية والقبض على الزوج كريم خالد، وأجرت التحريات. وبسؤال الجيران قالوا إن هم خلال الفترة اللي فاتت كانوا بيسمعوا صوت صريخ وضرب وتعذيب للزوجة، وتدخلوا في أكثر من مرة. ولكن الغريب في الموضوع برضو من روايات الجيران ومن خلال تحريات الأمن الأردني كمان قالوا ان الزوج عضو في جمعية للدفاع عن المرأة وضد العنف والحاجات دي كلها. ولكن الغريب في الموضوع ان الزوج عمل صدقة جارية وإطعام عن زوجته آية، وقال في روايته ان هي انتحرت. وبالتحريات وجدوا ان وقت انتحار اللي هو قال عليه الزوج هو وقت تحضير الطعام لأولادها قبل التنتحر. فإن آية إنها توجهت تهديدات بإيذاء أحفادها لو استمرت في المطالبة بحق ابنتها. البقاء لله لأهل آية، وربنا يرحمها يا رب ويصبر أهلها.